السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومحبيني شعب مصر، الشعب العريق، الشعب الجميل، شعب النادي الأهلي. والله يا أخي، أنا أحب أقول كلمتين بمنتهى الأمانة، وأسألكم سؤال واحد. اللي شفتوه النهاردة دي مباراة كرة قدم؟ هل الموجودين في استاد القاهرة، هل دول مشجعين كورة ولا جنود داخلين معركة؟ يعني ليش كل هذا؟ ليش تبثون الرعب في قلوب الفريق؟ ينزل فريق العين بعدم توازن تام، يهاب المنظر، يهاب ما يحدث في المدرجات. هذه مدرجات، هذه سكنات عسكرية. والله ما في تعادل ولا في أي شيء يدعو إلى أنكم تنبسطوا أو تفرحوا بهذا الفوز. وبعدين أبغى أقول شيء، يعني نحن نقول في عروبة، في محبة بين الفرقتين، بين الدولتين أشقاء. مهما نقدم من كلمات عذبة للفريق المصري وللشعب المصري، كل هذا ما بياخد أي حق عندكم. يعني انتم تقولون ان الامارات في القانون لا تعرف كبير ولا صغير، وانتم كذلك لا تعرفون في كرة القدم اي شيء، لا كبير ولا صغير. مهما قلنا ان الدولة المصرية وفريق الاهلي فريق كبير، فريق محترم، نقدم مجاملات حتى تأخذونها بعين الرأفة. لا رأفة مع الاهلي. 3 أهداف، 3 أهداف كما يقول وليد فراج. زو الزو الزو 3 زو مقابل لا شيء. والله أنا أشفق على فريق العين. فريق العين بهذه الأجواء، بهذه المدرجات المرعبة، بهذا التيشيرت الأحمر الذي يبث الرعب في القلوب والرجول والركب. أي والله والركب. كل ما استطيع اقوله هارد لك لفريق العين والشعب الاماراتي الجميل والجمهور الامارات اللي حضر رغم كل الظروف، حضر داخل هذه السكنات العسكرية. والله أظل أقول هذه سكنات عسكرية، هذه ما مدرجات رياضية ولا المباراة، تحت كل الظروف. وأحب أوضح وأكرر، قلت قبل سابق في فيديو سابق: لا تحفلون على الأهلي، لا تحتفلون قبل المباراة، والله يا عيناوي سوف ترى. وقد كان 3 أهداف، منهم هدف محرم دوليا، هدف إمام عاشور محرم دوليا. لو اشتكينا للفيفا على هذا الهدف وبعتنا أو أرسلنا السي دي حق هذا الهدف للفيفا، يشطبوا الأهلي من سجلات الرياضة. هذا الهدف محرم دوليا. أنا بطالب بتوقيع الكشف الطبي على قلب الحارس حقنا من هذا الهدف. عموما 3 أهداف. ألف مبروك لفريق الأهلي، الفريق القوي العالمي الشديد. كل التحية والتقدير. قابلتونا بكل ترحاب وبكل حب، استدركتونا إلى قاهرة المعز بكل ترحاب وكل ود، وظننا أننا نستطيع، ولكن يكفينا فخرا أننا لعبنا على أرض المعركة، أرض السكنات العسكرية المسمى باستاد القاهرة، أمام فريق قوي شديد، فريق محنك ومدرب محنك وتيشيرت له كل القيم والمبادئ والخوف والرعب. مبروك،
وإلى اللقاء مرة أخرى إن شاء الله، على أمل أننا نقدم نتيجة أفضل من هذه النتيجة. سلاسة، لا حول ولا قوة، سلاسة. يعني في الصباح الباكر القضاء في أبو ظبي يحكم بسلاسة على سلاسة لعيبة، فالأهلي يقدم للسلاسة لعيبة اعتذار بسلاسة أهداف، كل لاعب هدف. السلام عليكم.